السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده وصفتنا سهلة جدا، هنعمل قرص بالجبنة والسمسم وهتطلع معايا هشة وخفيفة زي ما انتم شايفينها كده. وصفة ناجحة جدا وهتنجح معاك من اول مرة ان شاء الله، بس انت تتبع الخطوات واعمليها زي ما انا عاملاها كده وهتطلع معاك بالشكل ده ما شاء الله. حلوة جدا، احسن من اي حاجة بتشتريها من بره من الفرن. بصراحة الوصفة دي حلوة جدا. بدأت الوصفة كده، نزلت بكوباية من المية على نص كوباية من الحليب. ممكن نستعمل كله مية، مفيش اي مشكلة خالص لان انا هحط لبن بودر. ونزلت بمعلقة كبيرة من الخميرة، وهنزل باربع معالق من السكر، سكر خشن عادي. ربع كوباية من الزيت، ولازم يكون زيت نظيف، يكون نوع كويس. هنا بقى هنزل بمعلقة كبيرة من الخل. الخل دوت بيديني طراوة وهشاشة كده للعجينة وبتبقى حلوة جدا. نزلت كده بمعلقة. هنزل بقى 3 معالق من اللبن البودر كده، 3 معالق من اللبن البودر. هقلب بقى المكونات بتاعتي كلها مع بعضها. هنا هنزل بالدقيق بتاعي، هنخله بس الاول. معايا كده دقيق 750 جرام من الدقيق. لازم انخل الدقيق كويس عشان يديني نتيجة حلوة في الاخر. هنزل بقى بنص معلقة صغيرة من الملح، وهنزل بكيس فانيليا. ممكن تحط معلقة فانيليا صغيرة لو موجود عندك، معلقة فانيليا سايلة لو موجود فانيليا سايلة ممكن نحط معلقة صغيرة. ونزلت بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وفي اول العجين كده بقى هنبدأ بقى كده اقلب الدقيق بمعلقة او الاسباتولا. نقلب المكونات بتاعتنا كلها الاول كده، وبعدين هبدأ بايدي كده اعجن. طبعا لو احتجت ميه هتحط ميه برضو تاني كده بواحدة واحدة. احنا دلوقتي حطينا كوباية ونص من السوائل. لو احتجتي سائل تاني ممكن تحطي برضو شوية مية، ما تحطيش لبن تاني. هنا بقى في نص العجين كده هحط معلقتين من الزبدة. طبعا لازم تكون الزبدة بحرارة الغرفة، بس انا سيحتها لانها كانت في التلاجة وكانت مجمدة جامد، فانا سيحتها كده بالشكل ده. بس انا بفضل ان هي تكون ايه بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش سايلة كده. هبدأ بقى اعجن بايدي كده بالشكل ده. شايفين العجينة ما شاء الله طرية وحلوة جدا، وتحس ان هي بتلزق شوية. نعجن العجينة كويس جدا عشان تديني نتيجة حلوة في الاخر. طبعا طول ما العجينة طرية هتديكي نتيجة حلوة، انما لو العجينة ناشفة ويابسة معاكي مش هتبقى حلوة معاكي في الاخر. لازم العجينة تبقى طرية كده وحلوة زي ما انتم شايفينها كده، هتديكي نتيجة حلوة وتديكي كمان قرص حلوة كده في الاخر وهشة كده وخفيفة. زي ما انتم شايفين نعجن كويس جدا. يا ريت تجربوا الوصفة دي زي ما انا عاملاها كده بالظبط، وان شاء الله باذن الله هتنجح معاكي من اول مرة. مش هتجربيها كذا مرة ولا حاجة، اول مرة هتعمليها هتبقى ناجحة معاكي. لميت كده العجينة بالشكل ده، شايفين ما شاء الله طرية وحلوة جدا. هجيب بقى كده طبق تاني وادمدهم بالزيت كده. كده هدهن الطبق كويس بالزيت. هنقل بقى العجينة بتاعتي فيه واسيبه كده لمدة نص ساعة برضو، وعايز وشها كده بالزيت برضو. دي دهنة كده بالزيت. هغطيه بقى بالستريتش راب كده واسيبه نص ساعة. لو في الشتا طبعا هياخد ساعة الا ربع او ساعة كمان قبل ما يخمر، انما احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا، فنص ساعة هتلاقيه خمر جدا على الاخر كمان. هغطيها بقى بفوطة ولا حاجة واسيبها كده مكانها. انا مش هحطها في مكان دافي ولا حاجة ولا هدفيها.
كده بالشكل ده. والنص التاني ده برضو هعمله زي ما عملت كده في النص الاولاني زي ما انتم شايفين كده، واقطعه برضو القطع كده وتكون القطع قد بعضها. اعمله كده على شكل رول واقطعه. دهنت الوش كده بالزيت بالشكل ده. هنا بقى جبت صينيه هشتغل كده، ابدا افرد كده. اول عجينه انا قطعتها هبدا فيها الاول كده افردها بالشكل ده. ما شاء الله العجينه طريه وحلوه جدا. هستعمل انا جبنه بقى. شوف انت لو انت حابه تستعملي اي حاجه تانية، سوسيس، سجق، لحمه مفرومه، اي حاجه انت حباها ممكن تعمليها ساده من غير اي حاجه، هتبقى حلوه قوي. اهم حاجه نقفلها كويس كده من تحت عشان الجبنه ما تطلعش منها لما نحطها في الفرن. زي ما انتم شايفين انا مش هعملها كوره كده مدوره، هعملها مطوله كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله العجينه تحفه. بس نقفل يا جماعه كويس عشان الجبنه ما تقعش مننا كده وهي في الفرن. شايفين العجينه ما شاء الله حلوه ايه جدا وطريه كده. نقفل كده بالطريقه دي ونقفل كويس جدا. كده هسويها بالشكل ده. ممكن تفرديها شويه كده من فوق بايديكي لان هي كده كده هتخمر معايا وتعلى وتبقى حلوه برضو. هي مش هتفضل كده، ده لسه هتخمر برضو كتير وحجمها يكبر. بصوا نقفل كده بالطريقه دي، تقفيل كويس. ما شاء الله طريقه سهله وبسيطه جدا وما خدتش معايا اي وقت. هتعمليها وانت واقفه كده في المطبخ، مش هتاخد معاكي نص ساعه. كده خلصت الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده. هي شبه خليه النحل بس هي مش خليه نحل، هي شبهها كده. هسيبها بقى كده لمده تلت ساعه لما تخمر برضو تبقى معايا كده بالشكل ده. ما شاء الله العجينه اتضاعفت وبقت حلوه جدا. شايفين تحفه. معايا هنا صفار بيضه حطيت عليها معلقتين من اللبن، وهنزل بمعلقه صغيره من الفانيليا. فانيليا سايله او ممكن تحط فانيليا بودر اي حاجه. هقلبها بقى كويس جدا وادهن بها الوش. هبدأ بقى ادهن وش القرص بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. ادهن وشها كله كده بالشكل ده، ونحاول ما نخليش السائل دوت ينزل في قاع القرص كده لانها هتتلسع وتتحرق معاكم ومش هتبقى حلوه من تحت. فاحنا نخلي الدهان على الوش بس كده، ما نخليش السائل ده ينزل في قاع القرص خالص. انا في الوقت ده مسخنه الفرن على درجه متوسطه. هو فرن غاز مش فرن بوتاجاز ولا فرن بالكهرباء، انا هو فرن غاز. انا ولعته كده وخليت الحراره متوسطه. هنا بقى هنزل بالسمسم كده على الوش، مش هحط على الوش كله زي ما انتم شايفين. انا هحط كده في النص بس كده. ده سمسم ابيض، لو انت حابه تحط السمسم الاصفر اللي هو المحمص ده حطيه، بس ده كده كده هيتحمص في الفرن برضو ويصفر كده. كده خلصتها بالشكل ده. هدخلها الفرن. انا طبعا مولعه الفرن من تحت ومن فوق على درجه متوسطه على حراره متوسطه. هحطها كده واطفي من فوق واخليها من تحت كده بسيطه، نار بسيطه كده. لما تصفر من تحت احس ان هي اصفرت كده اجي مولعه من فوق بقى. هتديني اللون الحلو ده ما شاء الله تحفه صراحه. وصفه حلوه جدا وسهله وناجحه معاكي، جربيها بس واعملي كده كل الخطوات اللي انا عملتها. هي خطوات بسيطه طبعا ما فيهاش اي حاجه هتجيبيها من بره غير كم معلقه من اللبن البودر. هو اللي بيبقى غالي شويه بس مش هتستعملي كتير، يعني 4 معالق. ممكن تستعملي ب5 جنيه لبن او بالكتير او ب10 جنيه لبن بودر في الوصفه دي والله، ومش هتكمل 10 جنيه كمان.
شايفين القرص عاملة ازاي؟ ما شاء الله طلعت تحفة. زي الاسفنج بالظبط كده. شايفين؟ تضغطي عليها ترجع تاني خفيفة كده وهشة. ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. بصي ضغطت كده عليهم كلهم، ما شاء الله طرية جدا وحلوة. طبعا احنا بعد ما نخرجها من الفرن هنغطيها كده بفوطة ولا حاجة لمدة 10 دقايق. لو طالعة ناشفة معاكي هتلاقيها طرية بالشكل ده، او لو حابة تبخيها كده بالبخاخة بشوية مية ممكن برضو، بس انا ما بخيتهاش بصراحة. انت ممكن تعمليها بالبخاخة بشوية مية هتلاقيها تطرى معاكي برضو، بس يستحسن ان انت تغطيها وتسيبيها كده لمدة 10 دقايق هتلاقيها كده بالشكل ده. هنشوف واحدة كده برضو مع بعض كده، نفتحها ونشوفها من جوه. شايفين العجينة؟ ما شاء الله تحفة تحفة. شايفينها من تحت مستوية ازاي ومتحمرة حلو جدا، وكمان زي الاسفنج هشة جدا وخفيفة. والله احلى من اللي بنجيبها من بره، حلوة جدا. والجبنة فيها ما شاء الله باينة هياتي وتحفة كمان. ممكن تستعملي فيها بقى اي نوع جبنة انت حباه، اي نوع جبنة او اي حاجة انت حابة تحشيها بيها. تعمليها مثلا باللحمة او في اي حاجة او بالفراخ زي ما تحبي، او بالشوكولاتة. حابة تعمليها حادق اعمليها حادق، تعمليها حلو تعمليها حلو، مفيش اي مشكلة. او ممكن تحشيها بالمربى برضو، او بالشوكولاتة النوتيلا دي هي قابلة للدهن، حلوة جدا. شايفين؟ ما شاء الله والله بجد تسلم ايدي. يعني الوصفة ناجحة ما شاء الله. انا اول مرة اعمل الوصفة دي، والله اول مرة اعملها وطالعة ناجحة ما شاء الله، ما فيهاش اي غلطة. ممكن الوصفة دي تستعمليها سادة،